في زحمة حياتنا ساعات بننسى أهم حاجة. النهاردة بنجري ورا بكرة وعايشين في ذكريات امبارح لدرجة إننا بنفوت جمال اللحظة اللي احنا فيها. لكن الحقيقة إن في توازن سحري بين الاتنين. إزاي نعيش النهاردة بكل تفاصيلها وفي نفس الوقت نبص للمستقبل بأمل؟ ده اللي هنجاوب عليه دلوقتي. ليه بنفوت اللحظة اللي احنا فيها؟ كتير مننا ما بيركزش في اللي بيحصل دلوقتي. ليه بنعمل كده؟ القلق من المستقبل، بنشيل هم بكرة وده بيخلي عقلنا دايما مشغول باللي جاي. المقارنة بالآخرين، بنشوف حياة غيرنا ونحس إننا مقصرين. الندم على الماضي، بنفضل نفكر في حاجات حصلت زمان فما بنقدرش قيمة اللي عندنا دلوقتي. المقارنة بالآخرين، بنشوف حياة غيرنا ونحس إننا مقصرين. الركض ورا الكمال، بنستنى اللحظة المثالية عشان نستمتع، واللحظة دي ممكن ما تجيش أبداً. النظرة دي بتخلينا عايشين في سباق دائم، ما بنحسش بقيمة اللي في ايدينا دلوقتي. الاستمتاع بالنهاردة مش معناه إنك تنسى بكرة، لا، ده معناه إنك تكون مركز في اللي بيحصل دلوقتي وفي نفس الوقت عندك أمل في بكرة. إزاي؟ الوعي باللحظة. خليك مركز، ركز على حواسك، حس بطعم الأكل، حس باللي حواليك، اسمع كويس، ده بيخليك عايش في اللحظة. التأمل اليومي بيهدي عقلك من التفكير الزائد. اشكر ربنا على الحاجات الحلوة الصغيرة اللي بتحصل كل يوم. التخطيط لبكرة بوعي من غير قلق. حط أهداف واضحة، ده بيديك دافع، بس ما تقلقش من النتيجة. جهز خطط ممكن تتغير. الحياة متوقفة، خليك مرن. تقبل التغيير وعدم اليقين. الحياة متوقفة، محدش عارف ايه اللي هيحصل. تقبل ده هيخليك مرتاح أكتر. العلاقات الإيجابية، استمتع بوقتك مع الناس اللي بتفرحك. عشان توصل للتوازن ده، اعمل الحاجات دي. ابدأ يومك بتركيز. أول ما تصحى خد نفس عميق وركز، ما تفتحش الموبايل على طول. حط نية إيجابية لليوم. أشكر ربنا على النعم اللي عندك. كل يوم اكتب 3 حاجات انت مبسوط بيها في حياتك. قلل استخدام السوشيال ميديا والأخبار السلبية. السوشيال ميديا ممكن تخليك تقارن نفسك بغيرك. قلل استخدام السوشيال ميديا والأخبار السلبية. السوشيال ميديا ممكن تخليك تقارن نفسك بغيرك. قلل استخدام السوشيال ميديا والأخبار السلبية. السوشيال ميديا ممكن تخليك تقارن نفسك بغيرك. خطط لأهداف صغيرة ممكن تحققها قريب. استمتع باللي بتعمله دلوقتي، مش بس بالنتيجة النهائية. خليك مرن في خطتك. كتير من الناجحين عرفوا قيمة التوازن بين النهاردة وبكرة. ستيف جوبز كان بيركز قوي في تصميم المنتجات في اللحظة، وفي نفس الوقت كان عنده رؤية مستقبلية. الرياضيين المحترفين بيتمرنوا كتير عشان بطولة، لكن لحظة اللعب نفسها هي اللي بيعيشوها بكل تركيز. الفنانين بيعيشوا اللحظة اللي بيرسموا فيها، وفي نفس الوقت عندهم حلم يوصلوا أعمالهم للناس. الناس دي بتثبت إن التوازن بين النهاردة وبكرة هو سر الإبداع والنجاح الحقيقي. الحياة هي لحظات بتعدي، كل لحظة هدية. ما تخليش قلق بكرة أو ندم امبارح يسرق منك النهاردة.